ومفاجأة من العيار الثقيل. أحمد العجوز كان صاحب الهدف الأول في هذا اللقاء للنصر، تقدم به على نادي الاتحاد السكندري بعد فاصل كده من المهارات وتصويبة من خارج منطقة الجزاء رائعة جدا من أحمد العجوز زي ما حضراتكم شايفين. نجح محمد فاروق بنزيما للاتحاد السكندري أن يحرز هدف التعادل من ضربة رأس رائعة من عرضية من ناحية الشمال، لكن كانت الأقدار يعني في مصلحة النصر في اللحظات الأخيرة وقبل صافرة النهاية. استطاع الصعيدي أن يحرز الهدف الثاني للنصر ليحقق فوزه الأول في المسابقة حتى الآن على الاتحاد السكندري. وأعتقد أن الأحداث هتبقى ساخنة جدا لدى سيدي البلد وفي استاد الإسكندرية. هذه كابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن بعد الهدف الثاني المفاجئ للجميع، وادي كابتن سيد عيد طبعا فرحة يعني عارمة بعد هذا الهدف وتحقيق أول فوز له هذا الموسم. كابتن فتحي مبروك، كابتن محمد صلاح أبو جريشة، كابتن رضا البلتاجي. في حد جاهز في الملعب في استاد اسكندرية؟ لا ده احنا لازم نروح